من اول الرسائل المهمة فعلا لحد الرسائل التافهة والكثير من الهاي ممكن نتعرف. كلنا بنستهلك الرسائل لدرجة ان العالم بقى كل يوم بيستهلك 100 مليار رسالة. تخيل بقى لو العالم رجع تاني من غير ماسنجر وواتساب ودي ام، هيبقى عامل ازاي؟ طبعا ده غير الشات اللي هيكون في تطبيق ثريدز اللي فيسبوك اطلقه امبارح وبيشبه كتير لتويتر بالمناسبة. تخيل كده لو رجعنا مثلا للياهو اللي مواليد الثمانينات عاشوا عليه حياتهم الطبيعية، او نرجع ورا اكتر للجوابات الورق والبوسطجي اللي كان بيسيح لك في الشارع كله عشان في شخص ما بعت لك جواب عادي جدا. استاذ عمرو جالك جواب. او انك بعد ما تخلص قعدتك مع صاحبك تقول له هبعت لك حمام زاجل سي يو، او اننا نجيب الناهيه ونتخيل بقى اننا ممكن نبعت جواب على جمل يوصل في شهرين. يمكن زمان كنا بنقدر نشم ريحه اللي بنحبهم في الجوابات، لكننا دلوقتي ورغم كل التقدم ده بقت رسايلنا صامته بهتانه، وبقينا ساعات مش بنفهم الجد من الهزار الا لما نحط ايموجي. طب الحكايه بدات ازاي في زماننا الجميل ده؟ بص يا سيدي، في 3 ديسمبر 1992 مهندس بريطاني اسمه نيل باورورث قدر انه يبعت اول رساله لواحد صاحبه اسمه ريتشارد جارفيز. كان وقتها مدير شركه فودافون، وما كانتش لسه فودافون وقتها بقت رقم 1 في العالم وبتجيب عمرو دياب في الاعلانات وكده. نيل بعتها من الكمبيوتر بتاعه للموبايل، وفضلت الحكايه تتطور لحد ما ياهو ومايكروسوفت قرروا انهم يعملوا حاجه اسمها تشات، وكان طفره وخلق تواصل فعلا بين الناس في العالم كله. وقتها احنا كنا بنعمل كده لما بنحتاج نكلم الصعيد مثلا. المهم في سنه 1999 طوروا اللعبه وعملوا حاجه اسمها ياهو ماسنجر، وده كان تطور للاس ام اس في صوره الشات، او زي ما بيقولوا كده رسائل فوريه. يعني بدل ما كنت بتبعت رساله وبتنتظر رساله، بقينا بنرد على بعض بشكل مباشر وفي نفس الوقت. بعد كده ياهو ماسنجر اتطور لويندوز لايف ماسنجر. بعدها ظهر سكايب في 2003 بصوره برنامج تجاري، وكان طفره في عالم التواصل لانه كان بيدعم الفيديو. ومن بعدها عملوا برامج كتير زي جوجل توك ونيمباز وغيرها، وده كان اول برنامج شات بيشتغل بالنت. لحد ما جه بوب المسجات وعم عموم الشتات واتساب في 2009، وكان ببلاش وما كانش محقق اي نجاح لدرجه ان هم فكروا كتير انهم يقفلوه، لكنهم شجعوا بعض انهم يطوروا فيه اكتر. فعلا طوروه وزاد عدد المستخدمين ل 250 الف مستخدم. بعدها ظهر فيسبوك ماسنجر، واللي ارتبط طبعا باشهر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم فيسبوك. ومن وقتها بقى الشات مربوط باي ابلكيشن زي تويتر وسناب شات وانستجرام وغيرهم من الابلكيشنز المختلفه في فكرتها، لكنهم كلهم متفقين على اهميه وجود شات بيربط بين المستخدمين. قول لنا اول شات استخدمته في حياتك كان على اي ابلكيشن، واستنونا دايما في اخر مترو.